فنانة اتمتعت بحب الجمهور بسبب موهبتها الشاملة. كانت بتغني وترقص وتمثل وتجبر المشاهد على متابعتها بسبب خفة دمها وجمالها. الفنانة نعيم عاكف اللي نجاحها أنهاه المرض. تمر حنة ولهاليب السينما وصاحبة رقصة الكلاكيت كلها ألقاب ما زالت مشهورة لحد النهاردة. كانت نعيم عاكف خفيفة الظل وقريبة للقلب. ما كانتش عارفة إن كل ده هينتهي خلال تصوير فيلم بياعة الجرايد سنة 1963. بدأت تحس ببوادر الألم، وبعد إجراء الفحوصات اكتشفت إنها مصابة بسرطان الأمعاء، واستمر صراعها مع المرض لمدة 3 سنين لحد ما توفت، وكان وقتها عندها 36 سنة، وتوفت سنة 1966. وكانت الفنانة نعيم عاكف وقفت مشوارها الفني قبل وفاتها بسنتين سنة 1964 بعد ما قدمت آخر عمل ليها فيلم أمير الدهاء، وسابت وراها مشوار فني عمره 15 سنة بدأته سنة 1949 بفيلم ست البيت. وبعد وفاتها محدش قدر يعوض مكانها لحد دلوقتي. وبداية نعيم عاكف كانت في السيرك اللي كان بيمتلكه والدها، اللي اتعلمت فيه فنون كتيرة، وبدأت موهبتها تظهر بالتدريج. لكن للأسف الحياة الوردية انتهت بسرعة لما تم الإعلان عن إفلاس السيرك. وبعد كده سافرت للقاهرة وما كملتش تعليمها علشان كانت هي مصدر رزق أسرتها من موهبتها، وشاركت في السينما بفيلم ست البيت قدام فاتن حمامة وعماد حمدي سنة 1949، وقدمت رقصة استعراضية كانت مفتاح تأهيلها لبطولة فيلم العيش والملح. والفنانة نعيمة عاكف حصلت على لقب أفضل راقصة في العالم في مهرجان الشباب العالمي بموسكو سنة 1958 ضمن 50 دولة مشاركة بالمهرجان. وهند عاكف بنت أخو الفنانة نعيم عاكف قالت في لقاء تلفزيوني إن نعيم عاكف جمعها قصة حب بالمخرج حسين فوزي اللي مضى معها عقد احتكار، واتجوزوا سنة 1953. ومن وقتها اتغيرت حياتها المادية وعاشت في فيلا في مصر الجديدة، وكانت بتستعين بمدرسين للغة العربية والإنجليزية والفرنسية في منزلها، وأجادت ال3 لغات. لكن جوزها بدأ يحس بالغيرة ناحيتها لأنها كانت مشغولة بالفن، خصوصا أنه رفض الإنجاب منها، كان بيمنعها من إنها تشتغل مع حد غيره، لغاية ما المشكلات بدأت تكبر بينهم وصلت للطلاق. واتجوزت بعد كده من المحاسب صلاح الدين عبد العليم، وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد. لكن حياتها الأسرية وحياة النجاح اللي عاشتها ما استمرتش لوقت طويل. المرض بدأ يهاجمها أثناء تصوير فيلم بياعة الجرايد، وبعد إجراء الفحوصات اتأكدت إنها عندها مرض سرطان الأمعاء. فضلت تعاني من أعراض المرض، وبعد كده اتوفت في عز شبابها ونجاحها ونجوميتها.